السلام عليكم. معكم سفير ركراكي من القناة الرياضية ديالو اللي هي عبارة على قناة ديال معلومات رياضية وكذلك برامج للتغذية وكذلك برامج للتدريب. المهم بزاف ديال الأمور اللي كتحتاجوها كاينة في هاد القناة هادي. اليوم جيت نهضر على واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس اللي صيفطوا ليا في الميساجات اللي قالوا لي تطرق ليه وحاول انك تهضر فيه. بزاف ديال الاشكاليات عند بعض الرياضيين وخاصة منهم الموظفين. يعني كاين بعض الرياضيين هما موظفين، يعني كيخدموا نهار كامل وكيساليو حتى العشية، او كيخدموا العشية او كيخدموا الصباح. بصفة عامة وبصفة خاصة هم رياضيين في اطار موظفين. يعني كيفاش غادي تتعامل مع الرياضة كموظف، وكيفاش غادي يخلي راسو انه يحافظ على اللياقة البدنية ديالو كموظف ويجمع ما بين الرياضة والعمل. يعني باش تجمع الرياضة والعمل خاصة مع هاد الساعة البيولوجية اللي كنعيشو في حياتنا اليومية، يعني ساعة زربانة. يعني صعيب انك تحكم في الوقت ديالك، وصعيب انك تجاري ما بين العمل وبالرياضة الا بالتوفيق من عند الله تعالى. دونك باش تجمع الرياضة والعمل هي الحاجة الصعيبة، ولكن ماشي مستحيلة. ممكن تجمع ما بين الرياضة وتجمع العمل ديالك وتريني إلا اختاريتي واحد الأوقات اللي انت غادي تشوف فيها راسك مرتاح. يعني كمثال غادي نشدو موظف إكس كيخدم مثلا من 8:30 حتى ل 4:30. يعني هذا الموظف إكس اللي كيخدم من 8:30 حتى ل 4:30، يعني من 4:30 حتى لغد ليه عنده كامله خاويه. يعني اوتوماتيكمون انت غادي تختار ديك الوقيته اللي مور 4:30. يعني غادي توصل للدار ديالك، غادي تحيد حوايجك، غادي تشرب قهوه ديالك، تاكل شي حاجه خفيفه وغادي ترتاح. توصل ديك 8 غادي تمشي للتدريب ديالك، غادي تمشي تجري، تمشي لاصال. المهم غادي دير واحد الحصه تدريبيه حتى لهنا مزيان. يعني غتجي غدوش، غتاكل اكله خفيفه ديالك، غادي تنعس لغد لي غادي تمشي للخدمه مزيان. دونك هنايا مزيانه. يعني بالنسبه للناس اللي كيخدموا من 8:30 ل 4:30 راه مزيانه لهم تدريب في المساء، يعني ما بين 8 حتى 9. يعني هنايا مزيان. يعني اولى حاول انك تريني في الصباح قبل ما تمشي للخدمه. يعني بزاف اللي تيوفق في هذه القضيه هذه، يعني تخدم مع 8:30 ولكن تكون فقتي صليتي الفجر ديالك وخرجتي انك تريني. هنا الا كنتي درتيها مزيانه، ولا بغيتي تريني في العشيه مزيانه. الا بغيتي تريني في الصباح تتحيد عليك الحصه التدريبيه في الصباح، العشيه كتبقى لك خاويه انك ترتاح فيها. حتى لهنا مزيان. كاين بعض الاشخاص اللي كيفضلوا انهم يترينوا في الصباح بكري ويمشيو يخدموا مزيانه، وكاين الناس اللي كيفضلوا انهم يخدموا حتى العشيه ويمشيو يترينيو. هنا فقط فين كاين المشكل هو في الاجهاد. يعني الجسم ديالك الا كان عيان على حسب العمل ديالك، سواء كنتي عسكري، سواء كنتي خدام في الامن، سواء كنتي خدام في الادارات، المهم واحد الخدمه اللي انت كتحرك فيها، حاول ان هذاك الاجهاد الجسمي على الجسم ديالك حاول انك ما تدخلوش حتى هو في الرياضه، حيت انت ضربتي واحد التماره، واحد 50% ديال الطاقه ديالك كامله مشات في الخدمه. يعني كتبقى لك واحد 50% الاخرى ديال الحياه ديالك اليوميه اللي منها اللي فيها التدريب. يعني دونك الا كنتي كتخدم واحد الخدمه اللي انت حاس فيها كتعطي لها مجهود كثير، حاول الحصه ديالك ديال التدريب تكون خفيفه الى متوسطه. وإلا كنتي كتخدم واحد النوع ديال الخدمه وانت مرتاح فيها، الحصه ديالك غادي تكون مرتفعه ولا غادي تكون متوسطه ولا تكون عاديه على حسب البرنامج ديال العمل ديالك. كل ما انت شفتي راسك كتخدم كثير تريني قليل، وكل ما شفتي راسك كتخدم قليل تريني كثير. يعني دائما العكس هنا باش ما تدخلش الاجهاد البدني. الا دخلتي للاجهاد البدني غادي تلقى مشكل باش تريكيبيري وباش تولف الخدمه ديالك باش يعني بزاف ديال المشاكل. دونك حتى لهنا مزيان. نشوف الموظف إيكغيك. الموظف إيكغيك تيخدم اسيدي في العشيه، يعني العشيه داخل معها الليل. دونك هذا الموظف هذا اللي تيخدم الليل يحاول يتريني في الصباح بكري، يحاول انه يتريني في الصباح بكري، يحيد عليه التدريب ديالو ويحاول يتغدى ويدير واحد لا سيست، ويحاول كذلك يرتاح وسط داك النهار قبل ما يمشي للخدمه ديالو.
هنا كيكون حيد عليه التدريب ديالو ومشى يخدم عادي. يعني ما تحاولش تدخل الجسم ديالك في المرحله ديال الاجهاد حيت تابعك انت واحد الخدمه في الليل واللي غادي تصار فيها. كنتي كتخدم في الليل وغتسالي في الصباح راه حتى تنعس وترتاح وغادي تمشي لونطريمون ديالك. يعني في كلتا الحالتين انت كموظف وكتريني دائما اختار الوقت المناسب ديالك انت فيه كتشوف الجسم ديالك مرتاح فيه. يعني كنتي كتحس براسك انك غتريني قبل ما تخدم، سير تريني وسير تخدم. كنتي غتشوف راسك انك غادي تخدم وعاد تسالي وعاد تمشي تريني، كذلك حتى هي صحيه. الاهم من هذا الشيء كامل هي انك غادي تريني، والاهم من هذا الشيء كامل هي تدخل الحصه التدريبيه. واخا تكون انت موظف واخا ما يكونش عندك الوقت، خرج الوقت ديالك. كل ما ترينيتي وانت كتخدم كل ما انك تتخرج واحد ستريس ديال الخدمه، واحد ستريس ديال داك النهار اللي دوزتي فيه في الخدمه، واحد ستريس ديال الحياه اليوميه. يعني كتخصص واحد الساعه تريني فيها اوتوماتيكمون كتمشي ترتاح. يعني كل ما كنتي كتريني كل ما كنتي كتبعد عليك ستريس ديال الخدمه. حنا كنعرفوا ستريس ديال الخدمه خاصه في المغرب واحد ستريس اللي ماشي عادي، اللي تيكون صعيب باش تقاوم من الخدمه والتدريب ديالك بحكم الخدمه كتكون قاصحه شويه، بحكم الخدمه كتكون في التوقيت الطويله، يعني من 8:30 حتى ل 4، يعني 8 السوايع وانت واقف ولا انت خدام ولا انت جالس، راه صعيب باش انك تاكسبتي الرياضه. يعني حاول انك دير على الاقل 45 دقيقه، على الاقل دير نهار نهار لا. هكا كتجيري العمل ديالك وكتخدم مزيان، وهكا كتخدم على العقليه البدنيه وعلى العقليه النفسيه، وكذلك على العقليه ديال انك تبعد على واحد الامور اللي غادي تخليكش انك تخدم مزيان. دونك حتى لهنا مزيان. بالنسبه للموظفين وهما هواة ديال الرياضه، اختاروا الوقت المناسب، وغادي يختار الوقت اللي هو كيكون فيه مرتاح يمشي يترين. والرياضه مهمه بزاف بالنسبه للناس الموظفين، وخاصه النساء الموظفات اللي كيخدموا، خاصه الرياضه مهمه فيهم بزاف، مهمه لهم بزاف في حياتهم اليوميه، في حياتهم المهنيه، وكذلك مع الاولاد ديالهم، مع المحيط ديالهم. دخلتي النظام التدريبي ديالك مع الخدمه ديالك راه غادي تلقى واحد الفرق، وغادي تلقى ديما عندك الطاقه متجدده وديما تتفق على واحد الطاقه متجدده. دائما حاول انك تدخل النظام التدريبي في واحد الوقت اللي انت مرتاح فيه. هذه هي القاعده العامه. الا كنتي اختاريتي الوقت فين غادي تريني دونك غادي ترتاح. لهذا دائما كنقول للموظفين حاولوا انكم ترينيو في الاوقات اللي انت كتكون فيها مرتاح، وما ترينيش في الوقت اللي ما كتكونش فيه مرتاح. هكا غادي تلقى النتيجه. وشكرا.